حضرتك بمناسبة التصنيع، لأن الدولة ابتدت توطن الصناعات الكبيرة في مصر، فهل توطين صناعة الطاقة الشمسية ابتدى ياخد خطوات سريعة في الدولة؟ ولأن أنا اللي أعرفه إن ابتدت التكنولوجيا الصينية مثلا نستوردها عشان نصنع، ما نبقاش مستوردين لكل حاجة، نوطن صناعاتنا. رؤية حضرتك إيه بما إنك في المجال ده؟ هل قادرين على المنافسه الدوليه كمان فتره قصيره؟ نبتدي نصدر بقى. النهارده مصر في توجيهات من الدوله حتى عام 2030 في الخمس سنوات المقبله، يعني ان شاء الله واعده متفائله جدا، حيث تسعى الدوله لتحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي. مظبوط، لان هي رؤيه الدوله ان هي تبقى مركز استراتيجي، سواء في النقل اللوجستي، في التصنيع، في استخدام الموارد الطبيعيه بتاعتنا وخلق قيمه مضافه ليها ونرجع نصدرها. اكيد طبعا اكيد. وبالنسبه للصناعه الوطنيه النهارده في مصر في الخمس سنوات المقبله دي مصر مركزه تركيز كامل على تعميق الصناعه المحليه. الصناعه المحليه النهارده من اهم الاشياء الموجوده داخل الدوله. وبالنسبه لخطه لانشاء مصانع جديده تهدف الى انتاج مستلزمات الانتاج محليا النهارده عشان نوفر عمله صعبه للبلد. ومصر محتاجه ان احنا كلنا نكون من المخططين للصناعات المصريه، لان مصر النهارده محتاجه، لازم كلنا ندعم الصناعات المصريه ونستخدم الصناعات المصريه. وبالنسبه للمستلزمات الانتاج محليا بدلا من استيرادها، يعني يقلل الضغط على العمله الصعبه. والصناعات الواحده سيتم التركيز على صناعات الحديد اولا، لان الحديد النهارده هو رقم واحد في مصر، وجميع الانشاءات على مستوى الدوله بتقيم على تصنيع الحديد اولا. وبالنسبه برضه للمصانع اللي الدوله انشاتها بالنسبه للسيارات وفرت علينا كتير جدا طبعا. وبالنسبه برضه الصناعات الخاصه بالالات الزراعيه والمنتجات المصريه. وبالنسبه للخامات الطاقه الشمسيه احنا بدانا النهارده نحاول ان احنا نركز ان احنا نصنع الواح الطاقه الشمسيه في مصر. بالظبط، لان احنا عندنا مقومات الانتاج والماده الخام بتاعتنا الفتره القادمه ان شاء الله. ومعلش يعني لازم كلنا ندعم المنتج بلدنا وندعم المنتج المصري طبعا. لان دوله عظمى ودوله كبرى ودوله ما شاء الله نهيضه، يعني من افضل الدول على مستوى العالم، ومصر بلد الخير. وهو المخطط المصري ان مصر تبقى من اقوى 30 اقتصاديات في العالم، يبقى ترتيبنا أكيد من ال 30 الاوائل في العالم، عشان كده